السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الكل بيسألك هو فعلا عندك 30 سنة عايزين تعرفوا السر، هو الاهتمام من بره ومن جوه. لو فاكرين ان الكريمات اللي مضادة للشيخوخة هي السبب فانت غلطانة. هل في طريقة ترجع بشرتنا شباب او على الاقل نبطل شيخوختها؟ اهم حاجة نفهم الجملة اللي في الاول: الاهتمام من بره ومن جوه. لمجرد بس تستخدمي كريمات موضعية او على الجسم كله من الخارج، معانا شوية معلومات مهمة جدا جدا، وهي لازم نهتم بمضادات الأكسدة. نجيب مضادات أكسدة منين؟ في مصدرين للمضادات الأكسدة: المصدر الداخلي والمصدر الخارجي. المصدر الخارجي عن طريق الخضروات، وأهم حاجة فيهم هو البروكلي والأرنبيط والخس وكمان الجرجيل، لأن دول غنيين جدا جدا بمضادات الأكسدة. وكمان في فيتامينات تعمل كمضادات أكسدة زي فيتامين A و B و C. لو وصلتوا لحد هنا واستفدتوا بأي معلومة من الفيديو، أتمنى حبايب قلبي الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، علشان كل ما أنزل وصفة جديدة أو فيديو جديد معلومات مهمة جدا لصحتك وبشرتك كمان هتستفيدي كتير. وسيبوا آرائكم في الكومنتات. لو عايزين أي برشام مضاد للأكسدة من الصيدلية سيبولي كومنت حلو تحت الفيديو وهدوقكم عليه. أهم حاجة هنا نمط الحياة الصحي، أول حاجة نهتم بيها وهو النوم الجيد ليلا. لازم ننام وقت كافي لحد 8 ساعات بالليل. تاني حاجة نهتم بيها وهي ممارسة الرياضة بانتظام، حتى لو وقت بسيط تخصصيه في يومك لازم تهتمي بالرياضة في يومك. تالت حاجة تقليل التوتر والضغط النفسي، ودول أساسيين علشان تباني أصغر من سنك ب10 سنين. تقليل التوتر والضغط النفسي وده أهم حاجة. رابع حاجة وهو تجنب التدخين السلبي. التدخين لو حتى انت مش هتدخني، طبعا في التدخين السلبي ان حد قريب ليكي هيدخن. رابع حاجة وهو عدم شرب المشروبات الغازية، لأن بتأثر على صحتك وكمان على بشرتك وعلى الجسم بالكامل. وأهم حاجة هنا خامس حاجة وهي لازم الاهتمام بشرب المية. الاهتمام بشرب المية لو أنت عايزة بشرة نضرة صحية وتباني أصغر من سنك 10 سنين، اهتمي بشرب المية ودي أهم حاجة. حبايب قلبي، للناس اللي استفادت من الفيديو بأي معلومة أتمنى شير لكل أصدقائك وأحبابك والدل على الخير كفاعل، وهسيبكم في رعاية الله وحفظه.